المنتخب المغربي يصل لوجدة لملاقاة منتخب لوسوتو والهدف 18-18 في آخر مباراة. السلام عليكم. حطت بعثة المنتخب المغربي صباح اليوم السبت بمدينة وجدة استعدادا لمواجهة منتخب ليسوتو في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا 2025. إليكم التفاصيل، ورجاء ما تنساوش لايك واشتراك وتعليق، وشكرا جزيلا. وكان المنتخب المغربي قد حقق فوزا كبيرا مساء أمس الجمعة على منتخب الغابون بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد، مباراة الجولة الخامسة التي أقيمت على أرض الغابون. وقد أشاد مدرب المنتخب وليد الركراكي بأداء اللاعبين قائلا: أحيي اللاعبين على ردة فعلهم القوية وعلى استغلالهم الفعال للكرات الثابتة التي عملنا عليها بشكل كبير وبدأت تؤتي ثمارها كما رأينا في الأهداف المسجلة خلال اللقاء. وأضاف الركراكي: التغيرات التي أجريناها منحت الفريق قوة إضافية وأسهمت في تسجيل الأهداف، وهو ما كان متوقعا منها. الفوز هو نتيجة عمل جماعي متميز، وهذه النتيجة الإيجابية تدفعنا لمواصلة العمل لتحقيق طموحاتنا. وبهذا الانتصار عزز أسود الأطلس صدارتهم لمجموعتهم برصيد كامل من النقاط، 15 نقطة من أصل 5 مباريات، متفوقين على الغابون ب7 نقاط، تليها إفريقيا الوسطى ب4 نقاط، ثم ليسوتو ب3 نقاط. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره ليسوتو هذا الاثنين على أرضية الملعب الشرفي بمدينة وجدة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات. ويتطلع المنتخب لتحقيق فوز جديد يحقق به العلامة الكاملة في التصفيات، أي 18 نقطة من أصل 6 مباريات، تأكيدا لقوته واستعداده للبطولات المقبلة. المباراة ستقام في تمام الساعة 8 بتوقيت المغرب، الجزائر وتونس 7 بتوقيت غرينتش، وستبث على قناة بي ان سبورت القطرية. مباراة المغرب وليسوتو سيديرها طاقم تحكيمي من دولة كوت ديفوار بقيادة الحكم كليمنت فرانكلين كبان. رجاء ما تنسوش لايك واشتراك وتعليق، وشكرا مجددا.